السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا كده لو انت كنت بتتمنى حاجة والحاجة دي راحت منك، وبعد ما راحت منك وبعد محاولات كتير انك ترجعها وفشلت، فتبتدي تدخل في حالة نفسية، وده طبعا بسبب فقدانك للحاجة اللي كنت بتتمناها. ولكن مع الايام وبالتدريج بتبتدي تخرج من الحالة النفسية دي، وبالفعل نجحت انك تخرج نفسك منها، ولكن بصعوبة ووقت ومجهود. وتعدي بيك فترة وتعدي الايام والسنين وتنسى كل حاجة، وتنسى بالفعل الحاجة اللي راحت منك، بتنسى تفاصيلها، بتنسى شكلها، بتنسى انك في يوم من الايام دخلت بسببها في حالة نفسية. وتعدي السنين والايام والليالي وتجيلك نفس الحاجة اللي انت دخلت بسببها في حالات نفسية، نفس الحاجة اللي راحت منك او اللي كنت بتتمناها، بس بعد الوقت ده كله جاتلك بظروف تانية وبشكل تاني، يمكن بشكل مختلف او احسن منه بشوية. تقعد بينك وبين نفسك وتفتكر وتستغرب من الايام الصعبة اللي انت عشتها بسبب فقدانك للحاجة دي، والحاجة دي وقتها كانت غالية عندك جدا لدرجة ان هي دخلتك في ازمات نفسية وقتها. وبعد ما تنسى وتفقد الامل ان ممكن يجيلك الشيء ده تاني، او الحاجة اللي كنت بتتمناها يجيلك احسن منها بعد سنين وايام، وبعد ما تنسى اصلا تفاصيل اللي انت كنت عايش فيه. والنتيجة طبعا اللي ممكن توصلها مع نفسك بعد التفكير في الموضوع هو ان الحاجة اللي كانت غالية قوي عندك دي كان ممكن تفضل معاك زي ما انت عاوز، لكنه وبالتأكيد كان هيبقى فيها ضرر لا يعلمه الا الله. ولكن ربنا حب يجبر بخاطرك ويبعت لك نفس الحاجة اللي كانت غالية عليك واكتر منها واحسن منها بمراحل. ولكن يا عزيزي كله في الوقت المناسب، ولهذا السبب ادعي، صلي، احتسب. دمتم في رعاية الله وأمنه.